أنا سحر، عندي 37 سنة. ما كنتش جميلة، علشان كده قضيت عمري كله من غير ما اتخطب ولا مرة، ولا حتى اتجوز. كنت عايشة لوحدي بعد ما أهلي توفوا وما بقاش ليا حد. كنت بشتغل مع ساحر مش بيتعامل غير مع الجن الكافر، ومش بيعمل غير أسوأ أنواع السحر. يعني أي سحر بيعمله لأي شخص مش بيعدي سنة غير والشخص ده ميت. وفي يوم من الأيام جاتلي ست كبيرة، جارتي، ما كانتش بتحب مرات ابنها، وعلشان هي عارفة طبعا ان انا شغالة مع اخطر ساحر في البلد كلها، جاتلي وقالتلي: بقولك يا بنت يا سحر، انا عايزة اعمل سحر لمرات ابني، عايزاه يطلقها ويكره حتى يبص في وشها. البنت دي مش بتنزلي من زور. قلت لها: بس كده؟ من عينيا الاتنين، انت تؤمري يا ست ام محمود. النهاردة هاخدك ونروح للشيخ يعملك العمل. وفعلا اخدتها ورحت للشيخ، وطلب منها تجيب شعر من مرات ابنها، او حاجة فيها عرق، او اي حاجة هي لمستها، او صورة. وبالفعل راحت جابت للساحر صورة للبنت دي، وكتب عليها كلام خطير جدا باللون الاحمر، وقال للست: انت هتسيبيلي الصورة، انا هتصرف فيها، هحطها في اي جثة ميت علشان العمل يشتغل كويس. اما انت بقى يا حلوة، عليكي مهمة تانية. انت هتروحي المقابر الساعة 1 بالليل، هيجيلك شخص هتديله الورقة دي وتمشي. الست اترعبت وقالت لي: مقابر ايه يا سحر؟ مقابر ايه اللي هروحها الساعة 1 بالليل؟ مستحيل، انا بخاف. قلت لها: بقولك ايه، لازم تعملي زي ما الشيخ قالك بالظبط، دي تبقى كارثة لو ما نفذتيش اللي قالك عليه بالحرف الواحد، العمل هيتقلب عليك انت. قلت لها: ما تقلقيش، انا هاجي معاكي. وبالفعل اول ما الساعة جت 1 بالليل، اخدت الست ام محمود ورحنا المقابر. انا كنت متعودة، لكن هي اللي كانت مرعوبة. ظهر شخص طويل مش باين له اي ملامح، ومد ايده للست ام محمود علشان ياخد منها الورقة. والست كان هيغمى عليها لما شافت ان الشخص ده مش بشر، ده جن شغال مع الساحر. اخد الورقة منها وطار، وهي اترعبت واغمى عليها. وفضلت افوق فيها لحد ما فتحت عينيها اخيرا، واخدتها في تاكسي وروحتها بيتها. ورحت انا للساحر ولقيته بيقولي: خدي يا سحر الصورة دي، بكرة تتفقي مع زينب بنت عمتك وتدخلي معاها وهي بتغسل اي ميت، وتطبقي الصورة دي وتحطيها في بق الميت او في ايده، انتي وشطارتك بقى. انتي عارفة الجن بيلاقي بيئة مناسبة لما العمل بيبقى مع الميت، وبيبقى السحر اقوى اكتر. واخدت الصورة ورحت مع زينب غسل ميت بحجة اني هساعدها، ودي ما كانتش اول مرة اعملها. قلت لزينب: انا هساعدك عشان اكسب ثواب معاكي. قالت لي: ماشي يا سحر، روحي هاتي المية السخنة وفضيها في الطشت ده. وفعلا رحت جبت المية وجيت، وهي كانت بتحضر حاجات الميت، ولفة وشها الناحية التانية. رحت مطلعة الصورة ولسه هحطها في ايد الميت، زينب شافتني، قالت لي: ايه اللي انت بتعملي ده؟ وبصت في الصورة لقيتها مكتوب عليها طلاسم بالدم. قالت لي: يا نهارك اسود يا سحر، ايه اللي انت بتهببيه ده؟ والله لو اديكي في 60 داهية، انتي جبت الصورة دي منين؟ قلت لها: وطي صوتك يا زينب بالله عليكي، هنتفضح وهنروح في داهية. انا هقولك على كل حاجة، انا شغالة مع ساحر وبحطله السحر في الجثث اللي انا بساعدك واحنا بنغسلها. قالت لي: يا نهارك اسود، منك لله، وانا اللي كنت فاكراكي بتساعديني عشان تاخدي الثواب. وطلعت زينب بره الاهل الميت، وقالت لهم على اللي انا كنت هعمله في ابوهم، وكلموا الشرطة وقبضوا عليا، واعترفت على الساحر
واتقبض عليه هو كمان. اما بقى ام محمود كانت عايزة تضر مرات ابنها، بس للأسف بنتها ماتت وهي في عز شبابها، ماتت فجأة. وبعدها على طول الست ام محمود اتشلت ومبقتش بتتحرك من على السرير. وبرضه ابنها ومراته عاشوا في سعادة ومفيش اي شيء حصل لهم. واللي خسر وحياته اتدمرت وخسر دنيته واخرته انا والست ام محمود. انا مش عارفة ربنا ممكن يسامحني ولا لا. انا حياتي اتدمرت ونفسي ربنا يسامحني.